نفسي في يوم من الايام تعمل ده ونتكلم بعدها تاني. واوضه منهم انت مضطر تخش تقف على بوكسز معينه وتغني كوكي كوكي كا. اول مرتب اخدته كان كام؟ انا مش مصدق ان انا البرنامج بتاعي كان فيه الناس دي بتتفرج عليه. دوست على زرار احمر عالمي. الله. اشتغلت في دريم بارك. اهلا وسهلا بيك يا هاني، عامل ايه الاخبار؟ انا تمام، انا مبسوط واكسايتد اتبسطت جدا. قوي بالبصه دي. عارف فكرتني بايه؟ ايه؟ يس يس مان. يس مان، يس أيوة. مان، مظبوط. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ كله جميل جدا. طيب اولا خلينا اعرفك بينا، احنا 13 بودكاست او بودكاست 13. تمام، بنحاول نتكلم عن كل المواضيع اللي بتحصل حوالينا في الحياه، وبنشوف حته الماركتينج او زاويه التسويق من وراها. تمام، يلا بينا. فموضوع الحلقه بتاعتنا النهارده، اولا بيقدم معايا مستر زياد، تمام، ومستر حبيبي سلام، هاني مؤسس 13 واكبر واحد في بركه السبع. انت عشان الناس تعرف. انا كنت هلبسها. وبس. خلينا اول عايز اسالك سؤال. انا جيت الشغل كنت انت موجود، كان بقالك انت هتفضل واخد ايش ياسمينة؟ انا موجود من زمان. انا اصلا يعني انت عجبني ابتديت السؤال. اول شغل خالص في حياتك امتى؟ سنه 2001. 2001 كان عندك كام سنه ساعتها؟ انا كان عندي 9 سنين. كان عندي كام سنه؟ دي صعبه قوي. ممكن نقول 23. متخيل مثلا ما اشتغلتش قبل كده؟ ما اشتغلتش وقت الكليه مثلا او قبل الكليه؟ تريننجز في شركه بقى. بابا قال لك تعالى قضي عندنا الصيف، اعمل تريننج بتاع. ما استفدتش ولا حاجه خالص. بس فهمت يعني ايه كوربريت. يعني جالي شويه شعور كده اللي هو الناس دي المفروض تبقى بطريقه معينه وعلى قديمه طبعا. سيستم معين، ناس بتبقى عامله نفسها جد جدا او هم جد جدا. اوكي. فكانت نبذه ماشي تطفيق صغيره عن حياه الكوربريت اللي هي فهمت من بعدها انه اوكي احنا مش هنهزر كتير. وانا بطبيعي بحب اهزر كتير جدا. بس ودي كانت اول مره اشتغلت. احنا ممكن نقول اسامي وحاجات ولا ما نقدرش؟ اشتغلت مع، انت ما تعرفش المعلومه دي على فكره؟ بجد والله؟ اشتغلت في دريم بارك. بجد والله؟ انا عندي تروما من الاغنيه دي لان اصحابي كلها كانوا قال لك هاني قبلك بنت رحاب، كانوا بيشتغلوني بيتريقوا عليا ان انا ايه ب 15 جنيه. قال لك شغال على لعبه. قال لك ودي الثانيه ما اظبط على رزقك شويه. اول واحده كانت على الباب ويقابلك بنت رحاب، والثانيه قال لك انت بتشغل لعبه صاروخ اللي هي اللي بتطلع وتنزل دي. المهم ان انا كنت في البريك بنزل اركب لعبه الصاروخ. ان مكتبنا كان اقرب لعبه ليه كانت لعبه الصاروخ. كنت شغال هناك في نظم معلومات. حلو. اداره كانت كبيره جدا، وكانت مسؤوله برضو عن اللي بيسموها الاكسس كنترول تورن ستايلز. بتتكلم في الاعياد مثلا كان بيخش لك مش فاكر كام الف يعني الافات مؤلفه. فانت الناس وهي بتعايد انت بتشتغل قوي. الناس وهي ما بتعيدش انت ممكن تريح شويه. وكان اجواء برضو بالنسبه لي مش زي السمر تريننج اللي عملته وانا طالب، انه برضو انت في ملاهي. صح. متضايق في ملاهي صح. الدنيا حلوه. بس مش هضحك عليك، هي كانت اول مره احس ان انا طلعت من الفقاعه اللي انا عايش فيها. اشمعنى بقى؟ لانه كنت بركب 3 مواصلات عشان اروح افتكرت بركب 3 انا راجل العاب عشان اوصل للشغل. وانا مش هضحك عليك، انا نشأتي مرفهه شويه. يعني كل حاجه جنب البيت قريبه، النادي مش عارف ايه كده. حاجه الجامعه كانت بعيده شويه بس تمام. حلو. وكنت دايما اسمع ابويا بقى، لان ابويا زمان كان بيتشحطط ونركب المواصلات العامه ونروح ونعمل، وانا كنت مصدقه. عشت بقى اللي هو عايشه ده، كنت بذله بالموضوع اللي هو انا كمان على فكره احنا مش فرافير زي ما انت فاكر. كنت بركب 3 مواصلات ورجلي شققت عشان بعد ما اركب 3 مواصله بمشي 2-3 كيلو عشان اوصل لدريم بارك من بره 6 اكتوبر وانا ساكن في مدينه وكل شويه اقول له لا ده صعب قوي، وهو كان طبعا بيلعب الريفرس سايكولوجي بتاعت لو تعبان سيب. انا بجيب نفسي لا وانا مش قد الشقه ولا ايه، انا مش عارف ايه. وفضلت لغايه لما لقيت شغل في شركه مالتي ناشونال، جو تاني خالص. اللي هي الشركه اللي انت جيت لقيتني فيها. كان بقالي فيها من 2003. ما شاء الله. طب انا عايز اسالك سؤال محرج شويه. اللي انت عايزه، انا كتاب مفتوح. اول مرتب اخدته كان كام؟ 2000 جنيه. الله. وكان تمام. 2000 جنيه ده في 2003 كان حلو. لا 2001. 2001 ده رقم كان تمام. كان تمام حلو. بس خلي بالك برضه انا كنت لسه عايش في بيت اهلي. فكان ماشي. وانا نشأتنا مختلفه. بس كان بياخد 3 مواصلات برضه على 2000 جنيه. لا بكام يعني؟ مواصلات بكام؟ مش على بكام يا جماعه، على قد المجهود. يعني انا هقول لك حاجه برضه. انا اول شغلانه اشتغلتها في مصر تمام بعد التخرج، لما في السن ده رحت اشتغلت في شركه هندسه. قالوا لي ايه؟ قالوا لي هتشتغل معانا 6 شهور، وبعد 6 شهور تتعين
مش فاكر بكام بقى، ب 4000 ولا 5000، اللي هو كان رقم اللي هو انا لما كنت بشتغل بس في ده سنين الجامعه كتير بعديه، فما كانش مبلغ كبير. في 2016 كنا 2016 وكانت انا ما بصيتلهاش لكده، بصيت لها انا كنت بشتغل مثلا بره بنظف حمامات، معلش يعني باخد مرتب اللي انت بتديهولي في شهر ده انا باخده في يوم. فانت ازاي عايزني؟ يعني الموضوع مش منطقي جدا، مش منطقي بالظبط. فهو على حسب المجهود، انا مش بشوفه على حسب التعب اللي انت بتتعبه، مش على حسب هو كويس ولا لا، هو كويس ولا لا مقارنه للمجهود اللي انت بتعمله، اللي انت بتبذله. يعني مثلا انا بشوفها حاجه ظالمه جدا في المقابلات، مثلا ان هو يجي يقول لك ايه الاكسبكتد سالري بتاعك. انا شايف ان هي ما تبقاش اكسبكتد سالري من عندي، هو على حسب التاسكات اللي انت هتديها لي. انت دوست على زرار احمر عالمي. انا الموضوع السؤال ده بيضايقني جدا، يكاد يكون بينرفزني. لما سؤالين يقول لك كنت بتاخد كام، طب معلش سوري، الشغلانه اللي انا جايه عليها دي مالها ومال انا كنت باخد كام؟ بالظبط. ده واحد. اتنين، انت اكسبكتد كام؟ طب انا ما اعرفش لود الشغل ايه، صح. ما انت تقول لي بالظبط ايه ان ديتيلز، يومي هيبقى عامل ازاي، شهري هيبقى عامل ازاي، وانا يمكن اقدر اقول لك انا عايز كام، وحتى ده برضو هيبقى تخمين، مش هيبقى حاجه اكيرت ان انا دقيقه ان انا اعرف احدد. انت تقول لي الشغلانه دي كاب بتاعها من كذا لكذا، وانا اسالك السؤال بتاع طيب ايه الفرق بين الكذا والكذا، انا ابقى عامل ازاي عشان اخد الاعلى. صح. ساعتها انا اقدر لك انا عندي ده ولا لا. بس انا يعني برضو لو مثلا انت شغلانتك او رايح على نفس البوزيشن في مكان تاني في شركه انت عارفها، في كومبيتيتور مثلا، انت رايح للكومبيتيتور، فانت عارف نفس البوزيشن بنفس الجوب ديسكريبشن بنفس الورك لود بتاعك، فانت هيبقى عندك حته ان انت اجابه للسؤال. لا بس لكن مش معظم الشركات بتدي نفس، يعني انا مثلا حدين الشغلانه بتاعتي انا اسف لا هي مش زيها. الشغلانه بتاعتي ممكن تاخد 3 وممكن تاخد 30 شغلانتك ونفس الشغل اللي هتعمله هو اختلاف بس الشركات. صح. انا شغلتي مثلا لا، انا عارف ان انا الكاب بتاعي فين في الحته اللي انا فيها في السوق، فانا مش هروح اطلب رقم اعلى من الكاب بتاع السوق مثلا. بس هقول لك احنا مش بيقول انت مش المفروض تبقى عارف هو كام، هو بيقول لك هو انت مش المفروض تتسال. ايوه انت المفروض لان هو اللي عنده التفاصيل بتاعه الشغلانه. ايوه لكن انت طبيعي انك جوه مخك عارف انت تقريبا مورلس هتاخد كام بالظبط. لكن ان هو يسالك هو سؤال بحس ان النيه وراه مش كويس. ايوه ان هو اوريدي عارف انت المفروض تاخد كام. مش عايز تقول ان النيه دي هي عشان بادجت ديبارتمنت هي بادجت، فهو ما هو من الاخر ما يجي لك من الاخر ويقول لك البادجت، بس محدش بيعمل كده. انا معاك، محدش بيعمل كده بالظبط. هي فيها حته عايز اوفر للشركه عشان انا ابن الشركه. هو مش فكره توفر للشركه برضو، يعني غالبا ابن الشركه كده على طول يا ابن الشعب. بالك مش بحسها اتش ار اكتر ما بحسها ديبارتمنت. يعني انت لو اتش ار واتش ار كمان، لان حصلت والله حصلت. قول له انت محمد. هي لو ديبارتمنت او في الكوربريت بالذات، يعني بتكلم على شركه مثلا حجمها 10000 موظف 15000 موظف، بحس ان هي ديبارتمنت وايز، لانه انا في الاخر انا ديبارتمنت عندي مان باور ليه بادجت معينه او عندي باكت. لما ببعت للريكروتمنت تيم بقول له انا عايز موظف في الرينج ده، فهو بيبقى مضطر يشتغل لي على الرينج. انا بقول له في الرينج ده صح. انا حاطط للشغلانه دي الراجل ده هيشتغل مثلا ماركتنج مانجر. الماركتنج مانجر مثلا بيشتغل 8 ساعات في اليوم لمده 20 يوم مثلا، دول 160 ساعه شغل. انا عارف ان الراجل اللي شغال ماركتنج مانجر عندي انا هطلع عينه، تحتيه مثلا 3 تيمز بيعمل كذا كذا كذا، يا دوبك بياخد اللانش بريك بتاعه وطول اليوم شغال. فانا حاطط له مرتب مثلا ليتس سي مثلا 30000 عشان انا عارف ان الراجل ده مش هيبقى اللي هو ايه في شركه. انا بتكلم انت ذاكر فين يا باشا؟ قول لي بس شاور كده. في شركات ثانيه مثلا هو عارف ان الراجل بتاعه هيشتغل مثلا 2-3 في اليوم مثلا يعني تمام. ففي 2-3 في اليوم دول لا انا عايز مثلا ادي 12. كلامه مش غلط ان هي ديبارتمنت مش هتطلع بره كذا بالظبط. ما اعرفش ليه انا دايما لاحظت انه الاتش ار بياخد على عاتقه ان هو يحاول يقلل اكتر حاجه عشان يسعد الشير هولدرز بقى، المانجمنت واتيفر، بياخدها على عاتقه وبينسى الحته الكور الاتش ار انه الراجل ده خبرته تساوي الحته الاعلى في الرينج بتاع الشغلانه دي. صح. بيبقى اكنه بيوفر وخلاص. صح. ممكن عشان بعض او معظم الاتش ار ما عندهمش تارجت زي ما بنقول، يعني ما عندهمش ارقام تيجي،
فهو في الاخر اخر السنه لما ما عندوش ارقام فهو ما بيبيعش برودكت. هو عنده تارجت، عنده كي بي ايز، عنده كي بي ايز بس ما عندوش تارجت ريتنشن ريت. عنده تارجت مثلا انا مثلا احنا عندنا بادجت معينه للناس اللي شغاله في المكتب، مكتب مثلا اكس مثلا في بادجت معينه، هيد كاونت معينه وقدامها سالاريز معينه. في ماركتنج سيلز سبلاي تشين كذا 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 زي عندنا مثلا، فهو في بادجت في الاخر للمكتب ده ككل. مظبوط تمام. فهل التارجت بتاعي كاتش ار لا ان انا اشغل عدد ناس اقل بفلوس اقل ده التارجت. فبوصل في الاخر ان انا اخر السنه عندي رقم اعمل له سيفنج. ف اي ثينك ان هو بيسال السؤال او بيحط فكره التوفير من المبدا ده. بس ده ما يمنعش برضو ان الاتش ار ولد الشركه يعني محبوبين من الكل كالعاده. يعني هي نادره قوي لما تلاقي حد يعني الاتش ار بجد الكويس بيبقى عمله نادره جدا 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 جدا. موارد بشريه يعني هو المفروض يبقى المورد بتاعك انت كراجل انت تروح له تساله مساعده ده بيتحول غالبا للعكس. قليل قوي لما بتلاقي موارد بشريه بيبقى محايد ما بين الشركه والموظفين وبيبقى اغلبيه الوقت، وانا عارف بتوع الاتش ار مش هينبسطوا مني خالص، بيبقوا واخدين صف الشركه لان هم في الاخر موظفين برضه. بالظبط. ما خلي بالك انت في الاخر اخد صف الشركه، ما انت بتشتغل للشركه وبتعمل للشركه على حساب الموظفين. ماشي بس مش على حساب الموظفين، على حساب زباين مثلا، مش كله على حساب ماركت، لكن مش عارف على يمكن ما تعملش تعملش زمايلك. دي وحشه جدا. زمايلك تنزل تتغدى معاهم. يعني مثلا انت ممكن تشتغل مثلا، لكن تخيل مثلا انت بتعمل كده مع اهلك في البيت مثلا، يعني انت مثلا لو بتبيع حاجه مثلا بتطلع مصالح من الناس، فتمام ماشي بتروح تبيع لاصحابك في الشارع مش عارف بتطلع مصالح من اهلك، فانت غريب ماما البتاعه دي ثمنها كذا. احنا شبهنا الاتش ار تشبيه فظيع. لا بس برضو في ناس كويسه، في ناس كويسه ما نقدرش نعمم، بس الاغلبيه ولاد الشعب. في بعض الشركات بدات تغير اصلا المسمى من هيومن ريسورسز لبيبل اند كلتشر مثلا، يعني بقى ديبارتمنت. والله الاسامي كتير عندنا. لو قالوا ايه حصل برضه اتش ار حصل وبيترمنوا الناس، وبتبقى زي كده ما بتجيب هديه وحشه وتحط لها لفه حلوه. حصل عايز اقول اسامي بيسموها زي ما يسموها، بس في الاخر الرحمه حلوه. بس فعلا والله. وانت في الاخر في هي بيئه راس ماليه في الاخر، انت ترس جواها مطلوب منك حاجه، المهم تبقى ترس مبسوط. بالظبط. طب في سؤال حلو قوي في دماغي. أيوه. هل انت فكرت في مره ان انت لازم تسوق لنفسك جوه الشركه، خصوصا مع الناس اللي هم اولاد الشركه او الناس اللي هم الاتش ار دول، عشان طبعا في ترقيه رقم 1، حفاظا على مكانك رقم 2؟ هل بتشوف ان دي حاجه مهمه ان انت تسوق لنفسك جوه الشغل ولا لا؟ 100%. للاسف انا ما كنتش شاطر في الحته دي، عشان كان عندي مش عارف اسميها ايه، بس كرامه الزائفه، هي كرامه او ما تربيتش كده او بس حتى لو انا ما تربيتش كده كان المفروض اشوف انه ده لازم يتعمل. السكيل دي لا هي سكيل مهمه جدا 100%. انك انت تبيع نفسك، لانه ما حدش يجي يبص جوه شغلك، انت اللي عارف شغلك وعارف تبيعه ازاي. كان جوايا بقى بشوف ناس ما بتشتغلش بس بتسوق لنفسها، فانا ليه اروح الاكستريم؟ انا بقول لو انا شغلي جامد هيبان، مش حاجه ما بيحصلش. انا كل واحد مركز في شغله. انا كده ما هو ده غلط. طب انا ليه غلط؟ لان سوري لا لانه ما حدش هيعرف شغلك. مديرك ممكن يبقى مشغول بحياته بشغله باللي عنده، هو كمان عنده مشاكله، فانت لازم تبينها بطريقه بس فيها شياكه شويه. انا غلطتي من غلطاتي اللي بندم عليها انه لا انا ما سواتش لنفسي، ما طلعتش على المسرح زي ما كانوا بيطلبوا مني الناس اللي كان قلبهم عليا، انه لا وري شغلك. صح. انا ده سبب من اسباب اللي انا يمشوني من شركه. كانت مديرتي على طول تيجي تقول لي محمد انت بتشتغل بس ما بتتفاعلش مع الناس، ما بتروحش هنا. اقول لها هو انا لازم ابقى رجوز في المكان عشان اعجب الناس؟ انا واحد شغلي عارفه وبخلصه وخلاص وبروح. بس لا هي كانت عايزه بقى اللي لا روح كلم ده وسلم على ده وهزر مع ده ومش عارف ايه. طب ما هو ده هيجي على حساب الشغل اللي انا بشتغله، وفي الاخر اول مشينا عشان خاطر ده تحت بند تظبيط الشغل اهم. هي مش غلط، هو الاكستريم في الحالتين وحش. تهيالي في النص حلو انك انت من شغلك. صح لانه لازم، ما بقولكش انك انت بتمسح جوخه زي ما بيقولوا. انت بتحاول انت برضو بتعمل ده. في ناس بتعمله بهدف انه طب انا في يوم من الايام ممكن انقل الديبارتمنت تاني، انا عايز اعرف بيعملوا ايه. ممكن في يوم من الايام انا احتاج الديبارتمنت التانية دي، انا عايزهم يعرفوا انا بعمل ايه. صح. هي في الاخر مصلحتك الشخصيه. مصلحتك الشخصيه المفروض
ما تتعارضش مع مصلحه الشركه. صح. هي بالانس يعني، ولازم تشوفها لمصلحتك لانه ما فيش حاجه دائمه. بالظبط. ده حقيقي. انت في يوم من الايام ممكن يقول لك تاني يوم شكرا مع السلامه، احنا بنعمل داون سايزنج، دي ستراكشر، وات ايفر، مهما كنت. عايز اجي لك لسؤال بقى في فكره داون سايزنج دي. لو انا شغال فعلا في مكان والمكان ده قرروا يعملوا داون سايزنج، ازاي انا ابقى الشخص اللي بيتفادوا ان هو يبقى من الناس اللي هتمشي؟ يعني ببساطه كده ازاي ابقى المميز او اللي بقى اد فاليو فعلا؟ مش دايما اللي بيمشي عشان هو مش شغال كويس. الساعات كتير قوي اللي بيمشي بيبقى شغال كويس بس شغلانته دلوقتي مش مطلوبه او مش عايزين ندفع فيها بالزبط المبلغ ده دلوقتي، فهن اوت سورس او هنشغل في بلد تانية بس ارخص او وات ايفر. صح. كنت عايز اقول ايه هاويفر، ازاي اجان نرجع للنقطه اللي لسه متكلمين فيها. ايوه انا لسه انك تسوق لشغلك وتبين ايه اهميته والادد فاليو اللي جاي للشركه عشان يفضلوا حاطين في دماغهم، لانه انا اتحطيت في الموقف ده ما كنتش بسوق لنفسي، فهم بالنسبه لهم الراجل ده بيعمل حاجات ممكن اي حد يعملها او الراجل اللي تحته يعملها. صح. تمام. لا انا كان المفروض ابين القيمه اللي جايه من ورا اللي انا بعمله عايده على الشركه بايه. غير كده هو هيتخيل ان هو عنده شغلانه تانية خالص مش فاهم في شغلك. ما هو مش شرط مديرك اللي بيعمل كده، اللي بيعمل كده بيبقى المانجمنت وبيفرض على مديرك حاجه زي كده انه لا معلش هيمشي. فنرجع للنقطه الاولانيه انك لازم تبين القيمه اللي ورا شغلك اللي هي لا يستغنى عنها. وانا ما عملتش ده وعشان كده في يوم من الايام استغنوا عني. دي انا بحسها لا يعني الحته اللي انا كنت بقول لك عليها ليه مهم تسوق لنفسك، لان برضو فكره السؤال برضو اللي زياد قاله بعد كده ان هو ليه ما يستغنوش عني او ازاي ما يستغنوش عني. هي اولا فكره انت بتعمل ايه او ايه الادوار بتاعتك، وتاني حاجه ان هو زي ما هاني قال برضو ممكن يكون هاي اوت سورس فهيقلل ممكن الحاجه اللي انت بتعملها دي حد بيعملها بسعر اقل. هو مش هيفرق معاك جوده قوي لانه مش عارف تعمل ايه. صح. بالظبط. فانا بشوف ان التسويق كامبلوي لنفسك ده من اهم الحاجات يعني، وهي سكيل انت بتتعلمها ولازم مديرك يكون بيساعدك عليها. انا مثلا انا شفت انا شخصيا انا السكيل دي عندي، انا مش بنكر تمام، بس اتطورت امتى على يدي اتطورت مع مدير معين على مدير تاني. مدير كان بيجي يقول لي لا مثلا اشتغل وما تستناش حاجه، ما تستناش ريكوجنيشن مش عارف ايه ولا ريوردز ولا كذا، وده كان صح. انا مش بقول ان هو ما كانش صح. واحد تاني لما ابتدى يشوف الشغل، طب انت ليه ما بتقولش ان انت بتعمل كده؟ اقول له ما ده العادي. انا كان معايا حد في التيم اوريدي في الشركه اللي كنت فيها، وكان دايما لما يعمل حاجه او انجاز يقول لي هو ما حدش شكرني، ما حدش بعت لي. فرحت جاي مطلع قلت له بص ستيتمنت واضحه كده وصريحه، ما تستناش شكر من حد يعني، ما تستناش شكر، مش عملت شغلك. بس دي صراحه زياد مش مايند سيت. انا يعني مش فكره والدليل اهو. لا بالعكس مشون. صح ومشون في الاخر هي بتحتاج التوازن. لا في ناس انا في شغلانه معينه لا انا محتاج عليها تشكر وجيت ابريشيتد عليها، وفي شغلانه تانية هي خلاص عادي بتتعمل في الورك فورس بتاعي العادي. في ناس لما بيخش الحمام بيبقى عايز حد يشكر. بالظبط. دي ناس اوفر. بس هي بجد هي الصعوبه في السكيل ان انت مش انت اللي هينفع انت اللي تبينها. يعني الصياعه بجد اللي انا شفتها الاهتمام ما بيطلبش خلاص يا اسطى، مش الاهتمام بيطلبش ان لا اللي يسوق لك ما يكونش انت اللي بتسوق لنفسك. ايوه يعني دي شغلك هو اللي يسوق لك. والله بجد دي حاجه انا اتعلمتها. يعني مثلا مش عايز ادي مثال معين، مثلا الزباين اللي انت بتشتغل معاهم يرجعوا للشركه ويقولوا لهم على فكره صح. احنا فينا واحنا مرتاحين معاك جدا وعمل معانا كذا، وده اللي حصل من غير ما انت حتى تطلب. بالظبط من غير ما تطلب. لا اصل هي لما بتطلب هي شكلها وحش، ما ينفعش تطلبها بالظبط. عمر ما تطلبها من حد وحد يروح يعملها، ده هيبقى منافق اولا، وده النفاق. وهتبان ان هي لكن مثلا شغلك لما هو يكون شغلك اللي بيسوق لك، هي دي النقطه الحلوه. ده اللي انا بشوفها. ده حقيقي لو انت بتشتغل مع ناس من بره. لو الكاستمر بتاعك زملائك تبقى اصعب شويه. بس هي صياعه قوي ان انت توصل حتى زملاتك وحتى الكلاينتس ان هم يقولوا الحته دي. هي بتيجي بتركه في ايه؟ ان انا اعمل اكسترا مايل في الشغل صح، تبان شغل، بس انا عايز منها ان انا اي جيت ابريشيتد منك او انت تديني اندورسمنت. بالظبط. في نفس الوقت مع زمايلك انت ممكن تحل مشكله لواحد قد تكون لك انت بسيطه بس هي كبيره قوي عنده وتسيبه
هو هيسوق لك ان عم زياد ساعدني حلال. والله بص بطريقه ما لو حد مش ابن حلال فانت هتعملها وهتبقى بتبين ان انت بتعملها له. فاهم؟ هي برضه حته صياعه في الاخر، بس مش هتقول ايه ده يا جماعه انا بعملها. لا صح. لا انت هتعمل جلبه بروفيشنال حوالين الحاجه ان انت عملتها. ولما بتبقى عامل مشروع كبير لازم تبتدي تاناونس انت بنفسك انه عملنا كذا وكذا وكذا، ده وفر كذا وكذا وكذا، ده انت تتشاف. حتى دي كنت مش بأحرج اقولها، بس انا عامل شغلي زيك بالظبط. انا عامل شغلي، طب انا هقعد اغني؟ صح. بس مش صح. انا ادركت انه لا مش صح. مهمه جدا السكيل دي. والسكيل دي انا شايف يعني تو سم ات اب بجد السويت سبوت بتاعتها ان انت تخلي الناس تشهد لك انك انت راجل. لان انت لما تسوي نفسك انا بحسها انا شهادتك مجروح. انا ما بعرفش اعملها يعني. الحته دي انا ما اقدرش اقول انا رحت عملت كذا 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 او انا جبت كذا كذا كذا. ده شغلك عادي، روح اشتغل. لكن لما يجي حد تاني يقول بص ده عمل كذا كذا كذا، الحته دي ليها وزن اكبر شويه. بالظبط، ليها كريديبيليتي اعلى بكتير. خلي بالك مديرك ليه عامل يعني، او ده حقيقي مديرك ليه عامل ان هو يبقى عارف ان انت بتستاهل الريكوجنيشن، فهيسيح لك في المكان ان انت. لو مديرك زيك ما بيعرفش يعمل كده يبقى انت ما انت معلش يا هارد لك يعني. لا في فرق. انا اعرف اعمل كده بس مش عايز اللي قدامي يبقى مستنيها. بس انا كنت لما اللي معايا كده لا انا بسيح له ان هو عمل انجاز عشان انت كنت مدير كويس. او بقول هو اللي عمل، هو اللي خد الخطوه. لا في ناس ولا دماغهم ولا في دماغهم اللي هو انت يا عم انت واحد اشتغل يا اسطى تمام، انا اخد الحاجه دي لنفسي انا وهدوس، او حتى لو مش هياخدها لنفسه ممكن يبقى هو ما بيعرفش يبيع التيم بتاعه كويس. او يواري يطلع على المسرح زي ما كان مديري بيقول. ايوه عايز اطلعك على المسرح بس. وده يودينا لحته الاداره اللي هي مهمه جدا، اللي هي سكيل ناس كتير بتفتقرها. يا الله حدث ولا حرج. طيب حلو. فاحنا كده دلوقتي كنا لمينا حته ان الشخص يسوق لنفسه جوه الشركه. تمام. سكيل عظيم. شبه الناس اللي بتعمله على لينكد ان دلوقتي، كله بيسوق على نفسه كله. بس يا جماعه ده بحسه نفاق قوي يعني. لينكد ان ده لو هنتكلم على لينكد ان بجد يعني انت شو اقول لك حاجه والله. في واحد اسمه مهدي صاحب شركه اسمها تريفد ميديا. تمام. تريفد ميديا تريفد ميديا ده في الوحش يا جماعه. في لا ده اسمه الراجل تشوفه تمام. هو عامل ميديا ايجنسي بس بيسوق لنفسه بطريقه اي حاجه. يعني مثلا لو عدل الكوبايه دي كده هيقوم مصورها ومنزلها على انت مش شايف انها مبالغ فيها شويه؟ هي مبالغ فيها بس الراجل ناجح جدا بس بتجيب يا جماعه. لا بس ايوه هي دي انا بحس مشكلتي مع لينكد ان هو ايه يعني ما ينفعش نقول ايه احنا عملنا قهوه وشربنا قهوه. لا هو كان في مشكله في مشكله ان احنا عطشانين، والمشكله دي احنا لو جينا والله يعني هو واحنا قاعدين يبقى عندنا دم. يعني ما ينفعش تقول كده ان احنا قمنا عملنا قهوه مثلا. لا لو كان في مشكله ان احنا عايزين ننام فقعدنا فكرنا وعملنا برين ستورمنج واكتشفنا ان الحل نعمل ان احنا عشان ما ننامش نعمل قهوه. تعرض المشكله بالظبط والبروسيس وبعدين الاكشن اللي خدناه والنتيجه والاوتكم بقى ان احنا شربنا القهوه ومش عايزين ننام دلوقتي. ماشي يا ماما. هي لينكد ان في الاخر هي تول تسويق بي تو بي. فانا لازم ابقى في الحته دي. الناس بتبالغ قوي يا جماعه يعني. خلي بالك اللي بيبقى اي ام اونرد ان انا ده عطست مرتين النهارده ودخلت الحمام مره وطبخت مش عارف ايه وعملت برزنتيشن وحضرت التريننج. ده بيتكشف. سوري ده مش انجاز. ده الاغلبيه كده. ده بيتكشف. لا ده بيتكشف. بس انا فخور ان انا اخدت الكورس الفلاني. هو كورس خده جوه يعني جوه الشركه يعني ممكن ما يكونش شافه اساسا. بس مثلا لو واحد شغال في مالتي ناشونال وراح خد كورس في المانجمنت مثلا من الاكاديمي بتاعت المالتي ناشونال، مش عايز اقول اسماء. ده ماشي ده كويس تمام. طبعا. ده هو بيبيع نفسه للكومبيتيتور، بيبيع لنفسه لحد تاني. تفتكروا بيبصوا فعلا على الكلام ده؟ طبعا. مين؟ الريكروترز او طبعا بيبصوا على طبعا صح بيبص. انا كان عندي ابيض طبعا. ما كانش فيه بقى حتى لما بعمل حاجه اللي هو يا جماعه يعني مثلا هقول لك محرج قوي ابيع نفسي يعني. وده غلط طبعا. مش خليني اقول لك على مجال مثلا زي مجال الادويه. مجال الادويه لو انا شغال ريب في شركه بس انا مسمع يعني وصلت مثلا لمرحله ان انا براند مانجر لدواء في شركه، المنافس عارفني واللي مش منافس عارفني والكوميونتي عارفني وعارفين اسمي. مش فكره مش كبير. لا الكارير كبير بس هو انت بتسمع جامد قوي. اللي شغال في حته الانرجي مثلا، واحد شغال في شركه بترول اكس وواحد في واي، المهندس ده معروف. فهو هتلاقي الكوميونتي بتاعته او النتورك اللي عامله له فولو او كده كلهم الستيك هولدرز بتوعه.
ده حقيقي. يعني انا مش عامل مثلا انا عندي فولورز كلهم في مجال الايفنتس، في مجال الكلاينتس بتوعي اللي هو البراند مانجرز والماركتنج مانجرز، بس ما عنديش مثلا حد مهندس اي تي مش في النتورك بتاعتي. ده حقيقي، فاهمني؟ ده حقيقي. فلما بحط حاجه انا عارف ان هي بتسمع بتروح عند الناس اللي في الكارير بتاعك بالظبط. ده حقيقي، ده حقيقي. طب ده يودينا تشتغل في شركه ستارت اب ولا شركه كبيره؟ سؤال جامد قوي على فكره السؤال بتاعه. انت اللي قلت السؤال. على حسب انت فين في كاريرك اصلا. يعني السؤال ده ما ينفعش يبقى اجابته واحده لواحد لسه متخرج وواحد بقاله 10 20 سنه بيشتغل. انا متخيل مثلا لو واحد لسه متخرج مصلحته انه يشتغل في شركه كبيره الاول، لانه محتاج انه يشرب شويه او يتعلم الاتيكيت والاثكس والبوليسيز والبروسيجرز والبروسيسز. معلش يا جماعه الكلام الانجليزي كتير. وكل ما هو كل ما هو سيز كل هو مطلوب، بحيث ان هو لو بعد كده حب يشتغل في ستارت ابس، لا هو جايب ادد فاليو رهيب، هو دي قيمه جامده جدا. انا من مخيلتي يعني انه الستارت ابس ار مور فن، لانك بتشوف حاجه بتكبر قدامك صح تنجح، مش مجرد انك ترسف مكنه كبيره. صح. انت لو بتوصل لك النجاح بس بيوصل لك حته صغيره قوي. انا ببص له الشركات الكبيره تمام. يعني انا اشتغلت في شركات كبيره وشركات الستارت اب، الستارت اب كلهم اتقفلوا. انا ما فهمتش نظرك الحاجه. المشكله فين يا ونيس؟ لا بس انا ببص تمام. انا والله اتعلمت حاجات في الستارت اب اكتر من الشركات الكبيره. يعني انا بحس ان الشركات الكبيره وجودي زي عدمه مقارنه بالستارت اب. هل ده انا اللي هبتدي اسال اسئله بقى. هل ده عشان كان في الشركات اللي في الستارت ابس كان عندك فلكسبيليتي اكتر انك تعمل حاجات اكتر مش ما ينفعش تعملها من نفسك في الشركه الكبيره المالتي ناشونال؟ انا هقول لك، انا بحس يعني ان الليرنينج كيرف بتاعك في الستارت اب اعلى بكتير 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 من اي شركه مالتي ناشونال. انت في ستارت اب انت بتعمل حاجات كتير قوي، بتعمل تاسكس كتير جدا، مفيش حته الترتيب، مفيش حته ان كل واحد ليه تاسك معينه او كذا. فالليرنينج كيرف بتاعك بيعلى جدا في الستارت اب. بس بشوف ان في حاجه تانية بتحكم مرتب. انت فين في حياتك؟ انا لو لسه متخرج ممكن اقبل مرتب ستارت اب، بس انا بعد 10 15 سنه المرتب اللي هيديهولي ستارت اب مش شرط يكون المرتب اللي انا اقدر اعيش بيه. بس لو 20 25 سنه هتبقى واصل لحته انه المرتب مش كل حاجه، وهتبقى عايز تشوف حاجه بتنجح قدامك. بعض الناس لو هو مرتاح اوريدي فاينانشالي متخيل ان هو هيبقى عايز يحس باتشيفمنت جامد وينزل بقى، مش ينزل بس يعني يغير من مالتي ناشونال، ياخد حاجه كده، ياخد تشالنج جديد ويبنيها ويكبرها ويشوف غيرها او يكمل بيها. انا مع ده. لو الفلوس في الفتره دي من حياته مش مشكله، لانه المفروض ان هو حوش او يعني عمل حاجه او وات ايفر. هنا لو شلنا الايكويشن بتاعه السالري او الفلوس هيبدع. طب سؤال مهم جدا لينا كلنا، تشتغل عشان الفلوس ولا عشان الاتشيفمنت؟ انا بشتغل ماشي. انا بشتغل عشان الاثنين. بس لا الاتشيفمنت الحقيقه انا عايز ان انا اطور من نفسي، مش والله مش حاجات فلوس. يعني لا والله تشتغل من غير مرتب او مرتب قليل. ممكن اشتغل من غير من غير مرتب مرتب قليل لمجرد ان انا بس عايز اتعلم في الحاجه دي، او اللي انا عايز حاطط في دماغي اللي انا ممكن اكبر في لسه ما خلفش. تمام. لا والله مش حاجات لا. بص اقول لك حاجه، المصاريف انت لو بتاخد اقول لك مثلا 10,000 هتعرف تعيش بيهم زي ما بتاخد 100,000. تمام والله هي نفس الموضوع. هي معلش بس انا هوقفه لحظه. خدت 100,000 قبل كده؟ لا يا اسطى بتقول لي هي انت تعرف احساس لا بس انا بشوف الناس اللي هي نفس برضو اللي هي المشاكل، يعني نفس المشاكل. لو في يوم من الايام وصل لل 100,000 هنعمل معاه حلقه ونساله النهارده. هو اكيد لو في يوم من الايام انا لو كنت اعرف كده ما كنتش ماشي. فانت بتشتغل عشان الاثنين؟ لا بشتغل اكتر والله عشان خاطر اللي انا عايز الفتره دي ان انا اطور من نفسي عشان لقدام يبقى باخد مرتب كبير. ماشي تمام. وانت هاني؟ سؤال خطير. سؤال حلو عادي. سؤال خطير. بس هو ديفنتلي مش اتشيفمنت. ديفنتلي مش اتشيفمنت. لا. هو فلوس، وزي ما هو قال انك بتزود لنفسك سيلف استيم او مش سيلف استيم، بتزود لنفسك سكيلز،
بتطور من نفسك، بتحسن من نفسك، بتبقى بني ادم احسن. اتشيفمنت تبقى شرط نسي. بعت $1,000,000 للشركه الفلانيه، بعدها بسنتين حد فاكر الموضوع؟ شكرا، خلاص انتهت. مش اتشيفمنت، ليرنينج وفلوس، لانه من غير فلوس برضو ما كدابين مش هنعرف نعيش يعني. واخد بالك؟ فالاثنين لو المعادله بقى، انت قلت سؤال مهم جدا، تشتغل من غير فلوس؟ لا طبعا. لا لو فلوس مش، لو الايكويشن بتاعتهم مظبوطه من 100% مثلا 70 30 60 40 تمام، 50 50 تمام برضو، بس ما فيش حد بيطور نفسه 50% يعني. التطور ده بياخد وقت كبير جدا. هقول لك وجهه نظري. قول. طبعا عايز اعرف. لا انا خلصت. وانت زياد؟ طيب لا فلوس، قولا واحدا فلوس، بس بحاول قولا واحدا بشتغل عشان فلوس. بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اشتغل في الحاجه اللي بحبها، دي بريورتي. لو الحاجه اللي بحبها وصلت لمرحله ان هي ما بتجيبش الفلوس الكافيه بالنسبه لي والمعيشتي والريسبونسبيلتيز اللي عندي، هدور على حاجه بديله. فده الليرنينج اللي عندي. وهتبقى مبسوط وانت شغال في حاجه مش بتطيقها وما بتاخدش عادي، فلوس. هتعلمها. اصل في الاخر انا بأدبت يعني، بس قلبك مش فيه، تعمل ايه؟ بص في الاخر قلبي لا بالعكس، قلبي في الاخر في البيت مع الفاميلي اللي مسؤوله مني ان انا اوفر لهم فلوس. فانا تبقى شغال في حاجه مش طايقها هتعرف تبقى قاعد في البيت؟ عادي. يعني انا ما عنديش مشكله. في ناس ما بتعرفش تفصل. صح. انا في الاخر لو هشتغل مثلا في جمع الزباله عشان ابيعها، مش قصدي حاجه وحشه، مش قصدي حاجه يعني بسيطه، قصدي حاجه ما بتحبهاش. ايوه، حتى لو ما بحبهاش في الاخر لو هتجيب لي الانكم اللي انا بيه هقدر أأمن لهم حياتهم. وفي الاخر انا في الاخر مطلوب مني 8 عدد ساعات شغل معين في اليوم، مش هشتغل 24 ساعه. انا مش من الناس اللي تقدر اللي اشتغل 24 ساعه. انا هشتغل اقصى شغل اقدر اقدمه في اليوم هو 12 ساعه لو بعمل اكسترا. بس في وقت لا انا مش هشتغل يعني فيه، وانا ضد ان انا اقعد شغال 24 ساعه. سخره. صح. حتى لو لنفسي، خلي بالك يعني، بحس ده حتى لو لنفسي انا مش هشتغل 24 ساعه مركز في حاجه، مركز في شغل، مركز. لا، في وقت الناس، في وقت لنفسي، في وقت اللي انا اقعد كده ما بعملش حاجه. طبعا. صح. اكيد. ماشي، حلو جدا. طيب ده يخلينا نروح لسؤال تاني. طب انت ما قلتش رايك؟ انا اشتغل عشان زي زياده. لا فلوس وتعليم، ولو المكان مش بيعلمني زي ما انت بتقول انا هتعلم بره. انا الاقي حاجه اتعلمها بره واعملها، بس هشتغل يعني مبدئي الاول والاخير هو بتجيب قوتك. بالظبط. انت هو ساعات مقابل مادي انت بتاخد. ده بحسه ده التفكير الصح. انت بتتعامل مع شركه تديني مقابل مادي مقابل عدد ساعات. لا مقابل شغل. ده مش مصنع كلوك ان انا مقابل شغل، او على حسب في الاخر. انت ممكن تيجي تقعد تلعب تترس يعني. لا، ما هو ده جيفن يعني ان انت عندك الاثكس ان انت قاعد بتشتغل في الساعات دي مقابل ريزلتس. ماشي. بالظبط. ما هو سيلز مثلا ريزلتس احنا ما عندنا ما فيش ما فيش سيلز يعني. هي الاوحش الريزلتس، خلي بالك اصعب بكتير، واصعب بكتير ان انت تبقى مسؤول عنك تيم او دي لازم ما بقاش حاجه انت بتعمل ايه. والناس تانية لما انا بشوف دايما ان دي حته خليها لقدام شويه، حته المديرين بس. طيب انا عايز اسالك سؤال، ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت مثلا فاتتك كان ممكن او الحاجه اللي انت كان نفسك تتعلمها في وقت قبل كده؟ يعني ايه السكيل المعينه؟ انت قلنا حته التسويق دي يمكن حاجه انت قلت انت مش موجود فيها، بس في حياتك المهنيه في حياتك المهنيه الكارير بتاعك، ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت كان نفسك تتعلمها كسكيل او حاجه حسيت ان يعني لو رجع بيا الزمن انا كنت ممكن اتعلم الحاجه دي او اعمل الحاجه دي بشكل مختلف في الكارير باث بتاعك، في الكوربريت كارير باث بتاعك. في الكوربريت كارير باث مفيش حاجه جايه في دماغي غير موضوع انك تسوق لنفسك بصراحه. بس كده مش حد يعني مفيش حاجه تانية. طيب ان انا ابقى اكسباند النتورك بتاعتي اكتر. اوكي. مش من نفس الشركه عامه. ماشي. الكارير بتاعي ان انا ابقى اكسباند النتورك بتاعتي عشان في يوم من الايام ممكن احتاج لها. صح. دي مهمه جدا. ودي حاجه انا برضو ما اهتمتش بيها قوي. اوكي. بالذات في البلد اللي احنا عايشين فيها دي مهمه جدا. صح. طب هل انت في فتره من الفترات فكرت ان انت تفتح بيزنس بتاعك؟ كتير بجد والله. اللي كان بيوقفني حاجتين. اول حاجه الامبوستر سيندروم. انت فاكر انك فسرها لنا. الامبوستر اللي هو المدعي.
اوكي. سيندروم اللي هو سيندروم اللي انت عندك حاله نفسيه معينه او لا مش ترجمه يعني، انا قصدي فسرها لنا. امبوستر سيندروم انك انت متخيل انك مش كويس كفايه انك تعرف تعمل ده، وانت غالبا بتبقى كويس ومحدش غيرك شايف انك مش كويس. تمام. وما بتبقاش شايف في المرايه انك تقدر تعمل ده، مش عدم ثقه، بس انت فاكر انك انت ما عندكش اللازم او المطلوب انه انك تبتدي ما عنديش مقومات اللي تخليني ان انا شفت بقى انا فيديوهات كتير قوي الناس ناجحه جدا مش عارف مش فاكر اساميهم قال لك لو فضلت مستني انك تبقى عارف كل حاجه او فاكر نفسك جاهز عمرك ما هتبتدي. ابتدي، ولما تبتدي هتتعلم الحاجات اللي ناقصاك هتجيلك، بس طول ما انت واقف بره على الشط خايف تلمس الميه مش هتعرف حاجه. مش هتعرف الميه دي ساقعه ولا سخنه، مش هتعرف الميه دي غويطه ولا مش غويطه، مش هتعرف اي حاجه. مش بتحس في ده ان مسؤولياتك اللي عليك هي مش يعني جزء منها مخليك خايف تروح تاخد الريسك؟ لا، ما هو لسه في سبب تاني هقول لك عليه. بس انت دخلت في الاسباب. فاكر لما انا قلت لك خلينا نعمل البودكاست طب ليه نعمل دلوقتي؟ لا يا باشا نعمل ونرمي نفسنا في البحر. هو كان بيقول لك نرمي نفسنا في البحر. لا انا بقول البحر عادي، نرمي نفسنا في البحر ونجرب ونشوف. ممكن ما ينجحش، هنطلع منه بحاجه. ايوه انا بالنسبه لي اي حاجه بعملها عادي اعملها دلوقتي، تمام، ونشوف الدنيا ايه اللي هيحصل، ايه نهايتها هتوصل لايه. انا هرد عليك بس بعد ما هو يخلص هخليه يخلص اجابته واقول لك انا وجهه النظر في دي ايه والامبوستر سيندروم ايه. لان الامبوستر سيندروم دي زي ما كان انا فاكر باسم يوسف طلع كان بيتكلم عنها كتير وقال ان هو لغايه دلوقتي قال لك انا لسه عندي الاحساس. قال لك انا عمال بقول كل اللي حصل لي ده ضربه حظ. انا لغايه النهارده تالي شفت لغايه يومنا ده انا مش مصدق ان انا البرنامج بتاعي كان فيه الناس دي بتتفرج عليه واقول ده حظ واقول ده مش عارف ايه. لا هو كويس. هو شاطر بالظبط، هو شاطر جدا، هو شاطر وهو مش مدرك انه شاطر. وبعدين او مش مدرك هو شاطر لغايه فين. لما عمل بقى بيعمل ستاند اب كوميدي ساتس ومش عارف ايه، قال لك وبعملها بلغه تانية ولغايه دلوقتي الاحساس لغايه دلوقتي بياكلني ما يطلع. قال لك الاحساس بياكلني، انا حاسس ان كل اللي انا فيه ده حظ. انا شايف ان انا مش بني ادم شاطر. لا انا شايف ان بالظبط ده الامبوستر سيندروم. كل الناس شايفه انك شاطر ما عدا انت. بالظبط. ومش مفروض يفرق معاك اصلا. انت هتعرف منين. السبب الثاني الا وهو الاكبر كومفورت زون. كنت في كومفورت زون ان انا راجل في كوربريت واخد مرتب كويس وعايش عيشه كويسه وفي كومفورت زون يعني ايه اللي هيخليني اعمل ده؟ صح. كومفورت زون دي بيبقى كل ما هو ليس فن. كل الفن بيحصل بره الكومفورت زون. فن انك انت بتطور من نفسك وكل حاجه بتحصل بره الكومفورت زون. فكانت قاتله الكومفورت زون دي. صح. ما فكرتش اعمل حاجه لنفسي غير لما اضطريت. بس مش بتحس ان الكومفورت زون دي بالذات مثلا يعني انا مثلا بحس قوي ان انا لا انا خايف اخد ريسك وانا مثلا عندي بيبي او مسؤول. انا ما اعرفش الشهر اللي جاي انكم بتاعي عامل ازاي، انا احطهم في ريسك معايا ولا الريسك في ساعتها انت مش تاخده لوحدك. يعني ده من الافكار اللي بتيجي لناس كتير، وهي فكره طبيعيه جدا. عشان كده في طرق كتير جدا انك انت تبقى راجل بتعمل حاجتك انت. انك انت لو انت عندك مسؤوليات، انا ولا متجوز ولا مخلف، فما عنديش غير نفسي، ما كانش خوفي مبرر. هو فعلا كومفورت زون وباكت اب ان هو الامبوستر سيندروم. في حالتك انت مثلا لو في بيبي او في زوجه او ناس مسؤوله منك، ما ينفعش انك انت مره واحده تسيب شغلك وهفتح whatever. بالظبط. لازم يبقى في ترانزيشنال فيز. بالظبط. بتقعد كذا شهر وتدرس وتشوف الترند عامل ازاي، عامل باك اب بلان بالظبط، وبعدين بتعملها وبتبقى ابطأ شويه بس بطريقه سيف اكتر. بس ده مش معناه انك ما تعملش خالص. صح. لانك هتقعد طول عمرك تفكر وات اف. بس عايز اخد من هنا سؤال. تشوف ان كل الناس الليجبل ان هم يعملوا بيزنس، ولا في ناس بتنجح قوي في الكوربريت فبيوصل مثلا لمرحله بقى سي ليفل والانكم بتاعه ببروفيت شير وعنده ما يوازي ان هو هيروح يفتح his own business وديسيشن ميكر، فبياخد التشالنجز على طول وبياخد ريسك تيكر، فبياخد ريسك في حاجات او في قرارات. ما هو اتطور في الانفايرمنت بتاعت الكوربريت وصل لده. بس ممكن نفس الشخص لو كان راح فتح بيزنس تاني او فتح his own business وبقى انتربرينور كان هيفشل. بس في ناس بحس ان هي طول ما هو محطوط في اطار ماشي فيه
بينجح وفي ناس تانية طب هو ليه شفت ان هو هيفشل environment. في ممكن ينجح. ليه شفت لا بيتكلم في السيناريو بتاع انه في السيناريو ممكن في سيناريو ان الشخص ده آه. بينجح. انا بقى رايي في القصه دي شيل الفلوس من الموضوع. انا عشان قلت موضوع ان هو وصل لحته معينه ومرتبه، خلينا نشيل الفلوس من الموضوع دلوقتي. انا مقتنع بده وممكن ابقى غلط، ان في شخصيات تعرف تبقى رائده اعمال، في شخصيات ما تنفعش. اوكي بالظبط. مخه مش متركب كده. بالظبط. مخه مش هيستحمل ان هو يشتغل في فلوسه، هو مش هيقدر. انا شفتها قدامي صح، انه في شخصيات كده وفي شخصيات كده. however في برضه نفس الكلام، انه في ناس بتبقى رائده اعمال، حطه في شركه مالتي ناشونال او لوكال او هيتخنق. صح. وفي النوع النادر جدا اللي يقدر يعمل اتنين. استاذ فينو يقدر يعمل اتنين، حطه هنا يبقى تمام، حطه هنا يبقى تمام. صح. عشان هو بيدي الامور على قد حجمها. صح. وده نادر جدا، مش موجود صح. منه كتير في رايي الشخصي يعني، متواضع. لكن مش كل الناس. وانت تخيل معايا كده، لو كل الناس عملت بيزنس، مين هيبقى زبون؟ مين هيشتغل يعني في الشركات يعني؟ بالظبط. انا بحس لا، في الشركه في الاخر بتحتاج في موظف شاطر، وفي حد بيقعد يطور من نفسه لحد ما يوصل لمرحله هو مش محتاج يعمل بيزنس لنفسه. في موظف مش شاطر وعايز في يفضل زي ما موظف هو، مش شاطر عايز وعايز- يفضل مش شاطر، مش طموح، مش عايز. في ناس مش فارق معاه، هو وعلى مبسوط في اللي بيعمله، وعلى فكرة هو مبسوط بيحبه، بالظبط. مش عايز يبقى مدير، عايز يبقى تكنيك بالظبط. وهو مبسوط، وهو مبسوط. وما دام واصل لمرحله الانبساط، هو انبساطه على قده. انا انبساطي بعمل حاجه معينه، خلاص هفضل اعملها. ماشي، بس ده يودينا اللي هو انا لو انا شغال في شركه مثلا كوربريت، تمام، هقعد فيها قد ايه لحد ما انقل؟ لان في ناس بتنسى نفسها في الشركه، تمام، لمجرد اللي هو بيقول لك انا هرقيك، بس هو مش عارف ايه. هو برضو انا في وبينسوا انت نفسهم. هتنقل ليه؟ ايوه بالظبط. هل عندك فكره؟ هل عندك باشن؟ بالظبط. هل عندك حاجه تخليك عايز تنقل؟ ده اول حاجه. عندك امتى هتنقل؟ لما تبقى قادر فاينانشلي انك انت ووقت كمان. لا انا بتكلم عندك حتى وقت. ما بين الشركات، يعني من شركه لشركه. لا، في ناس بتقول لك خلاص انا لقيت شركه هفضل فيها طول حياتي، وبيتصدم غلطه في كبيره الآخر جدا إن هو- جدا جدا، وانا قدامك اهو مثال حي. مش حاجه اسمها كده. لا، لان والله انا مش حاجه اسمها الشركه دي عيلتي. ايوه الشركه دي بعد دي الشهر أكتر لو جملة حصل لك حاجه مستفزة في بكره الحياة. بيجيبوا واحد مكانك كمان اسبوعين ثلاثه. ايوه صح. فنصيحتي يعني انا شايف انه مش مفروض الشركه دي مش مفروض تبقى حاجه للابد. يعني ايه المده اللي انا كواحد موظف، تمام، اشتغلت في شركه، خلاص خدت الكارير ده وان انا اشتغل في شركه، تمام، ايه المده الماكسيمم ان انا اقعد في الشركه دي كعدد سنين؟ كعدد سنين؟ ملهاش. انا مش هقدر احكي. ايوه انت عايز طب سؤال، ما هو انت هتشتغل كام شغلانه جوه نفس الشركه؟ هل انت بتكمل استفاده؟ لو انت فضلت في الشركه وما بتستفدش حاجه، المفروض تطلع طب تدور على شغل تاني. لو انت بتغير بوزيشنز كل فتره، انت في شركات بتجبرك تغير بوزيشن كل 4-5 سنين، وده السايكل الطبيعيه بتاعت اي شغلانه، انك انت، انا مش فاكرها بالظبط بس كان حد شرحها يعني، انه لغايه لما تبقى خبير قوي في الشغلانه دي، انك انت مش محتاج منك مجهود ووقت كبير، ساعتها بتبقى انت في حته لازم تشتغل حاجه تانية حتى لو بارل، مش شرط تترقى. طب لو انا دخلت شركه وبصيت كده لقيت ان فيها ناس بقالهم 6 و7 سنين شغالين نفس الوظيفه، مفيش ترقيه. مالهم بقى؟ تمام. هو مش معنى كده ان الشركه هتعمل كده معاك برضه، ما هو كل واحد غير التاني. بالظبط. كل واحد في السبق بتاعه. يمكن يا اخي هو مبسوط في الحته دي، يمكن هو مش عايز يتغير، يمكن هو مش بيبيع نفسه كويس يمكن هو ما عندوش طموح، او ما وات ايفر السبب. هو ده مش آخره. معناه انك انت كمان كده، انا كل الناس كده، ما تهيأليش ان في شركه فيها كل الناس كده. وانت المفروض في الانترفيو بتجس نبض برضه في حاجه زي كده، انك تعرف الكالتشر دي الطبيعي ولا لا. السؤال ده انا يعني مش عايز اهاجم السؤال طبعا، بس مستغربه لانه مفيش مده معينه بالظبط هقدر اقول لك عليها. هو في طريقه انك انت لو ما لقيتش نفسك بتتعلم حاجه جديده في الشركه دي، معناه انك انت زي الناس دول اللي انت بتتكلم عليهم، صح. يبقى لازم تدور حاجه ثانيه. صح. لكن لو بقى عمال تترقى وتتطور وتتغير ده اكنك بتشتغل في شركه ثانيه اصلا. وبرضو في حاجه مهمه مفتقدينها، زي نوع الشغلانه ايه، او انا تخصصي ايه. يعني في تخصصات تقبل ان انت ما تقعدش في الشركه 15 سنه مثلا، لو انت شغال في الديجيتال ماركتنج مثلا، او شغال في الماركتنج عموما، انت في بيئه دايناميك، فانت محتاج تغير، او هم هيحتاجوا يغيروا الاستراتيجي بتاعتهم. بس انا شغال مهندس بترول، ما انا ايه ايه الجديد؟ ايه الانتربرينورشيب اللي هعمله في حياتي؟ حفره جديده تكنولوجيا جديده بس. بالظبط. هروح لا، ممكن فيها تنقلات. يعني ممكن ابقى في مجال البترول وهشتغل في اللابس اللي بيحلل العينات، بعد كده ابقى على بريد. فيها تطورات، بس التطور ده هيفضل جوه اطار شركه،
جوه اطار شركه بتنقب، الا لو بقى يعني الاوبشن بتاعه الوحيد ان يشتغل في نفس المجال هيروح يفتح شركه تاخد مقاوله بسيطه من بريمه. مظبوط. فهي بيزد على الدكتور. ايه الشغلانه بالظبط. الدكتور مثلا اقصى حاجه هيقدر يعملها هيروح يفتح عياده، ربنا كرمه هيفتح مستشفى، بس هو هيفضل شغال في اطار هو دكتور في مستشفى بيترقى يبقى كونسلتنت لحد ما يوصل لان هو يبقى رئيس مستشفى، بس مش بالسهل. فهي بيزد على الشغلانه. بس انا شايف انه يعني انا بفضل ان الواحد يبص دايما يعرف هو في السوق قيمته ايه. طبعا ما يبقاش عنده حته الكومفورت زون تاني اللي هي انا الشركه دي كويسه وهفضل قاعد فيها وانا مرتاح. بالزبط. تاني يوم ممكن تلاقيهم بيقول لك مع السلامه، صح. لاي سبب خارج عن ايديهم هم كمان. صح. فلازم يبقى عينك بره. فانا شايف ان المدد الطويله قوي دي مش صح. بالرغم من ان انا كنت كده صح 23 سنه 22 سنه في الشركه دي، حاجه انا ندمان عليها مش هضحك عليك. الله مثلا اخويا ده 4-5 سنين وبيغير شركه وقاصد. فاما هو بيطلع على بوزيشن اعلى او بيروح شركه اكبر او بيروح بلد تانية او في بنفيت فيه. ساعات بتخيش معاه وبيروح شركه مش كويسه، صح، بيدور تاني. بالظبط. مش اخر الدنيا. بس انك تفضل في نفس الحاجه انت حتى بعد شويه بتمل، لانه ما هي نفس الشركه برضه، نفس الناس حتى لو الناس بتتغير، بس انت نفس يعني بتبتدي تخش في انت كده غصب عنك بتخش في كومفورت زون. صح. فمش هيلثي قوي. انا شايف انها مش صحيه قوي انك انت تفضل 20 سنه في نفس الشركه. يعني اجري جدا. الا لو وصلت بقيت انت السي او. يعني عندي سؤال ده واحد بس عشان نفضل بس في الفريم بتاعنا. عندي سؤال في الفريم ده. اتفضل. خليني بس بتشوف لو انا عندي فكره، الاهم ان انا انجح فكرتي ولا الاول اشوف السوق اللي محتاج الفكره دي؟ ده في اطار الكوربريت. لا، لو انا بقى شخص جاي افتح البيزنس بتاعي، قلت لي السؤال. اشوف الاول فكرتي. يعني انا عندي فكره ابيع دباديب، ماشي، بس مفيش سوق للدباديب. تمام. هل هعمل ده؟ اخد الخطوه؟ تبقى مجنون. صح. تبقى مجنون. تبقى راجل مجنون. بس هي الفكره الوحيده اللي عندي، والفكره اللي انا عندي كل مقوماتها، او ان انا انجحها كاوبريشنال. هي مش هتنجح لان السوق مش محتاجها. طب اسمع دي، ما تبتديش في السوق اللي بتحبه، ابدا في السوق اللي محتاجه 100%. صح. لانه لو انت هتقولي هتنصح اي حد عايز يبقى رائد اعمال ايه اللي ممكن يعمله؟ انه يشوف الحاجه اللي هيعملها دي السوق محتاجها ولا لا، او في عليها طلب اصلا ولا لا. بالظبط. كون ان هو بيحب الدباديب هو هيشتريهم كلهم؟ لا، وعايز يبيعهم. فلو مفيش حد غيره في الحته اللي هو فيها او في whatever عايز يبيع، عايز يشتري الدباديب دي، فالدباديب دي هتقعد في قربيش. فدراسه حجم السوق اهم من حبك والباشن اللي انت عايزه في الحاجه اللي انت هتشتغل فيها وتبقى رائد اعمال فيها. حته ان انا مش لازم اشتغل في الحاجه اللي بحبها، وممكن اشتغل في الحاجه البروفيتبل. لا، فرق شاسع انك ده في كوربريت ولا حاجتك انت. دول عالمين مختلفين تماما. ماشي. لو انت عامل حاجه بيزنس بتاعتك انت حتى ما بتحبهاش قوي، بس هو اتس يور بيبي. اوكي. لكن لو شغال عند حد في حاجه ما بتحبهاش، دي اقصر حاجه ممكن تعمل. صح. طيب انت دلوقتي كنا سألناك السؤال اللي هو بتاع تشتغل تعمل حاجة، كان نفسك تعمل حاجة ولا كان نفسك بس تكمل كوربريت؟ وقلت اللي منعك كان حاجة واتنين. طيب دلوقتي لو انت هتعمل حاجة، let's say ان النهاردة انت هتعمل حاجة. انا بعمل حاجة. ماشي تمام. let's say ايه هي الفكرة اللي انت تعملها؟ تمام. ومثلا نصيحتك لأي حد مثلا عايز يبتدي حاجة، ايه الفكرة اللي ممكن يشتغل عليها؟ يعني مثلا دلوقتي سباع عايز يفتح شركة بكرة، تمام، عايز يعمل بيزنس مش لازم شركة، او ايه الحاجة اللي هو ممكن يعملها؟ تمام. وانت كهاني انت بتفكر تعمل ايه؟ يعني انت دي بس لسه حالا كنا بنقول عليها انه مبدئيا ادرس السوق. شوف السوق محتاج السيرفيس اللي انت هتقدمها او البرودكت اللي انت هتقدمه ده ولا لا. اوكي. تاني حاجة شوف الكومبيتيشن. بس كده بص على الكومبيتيشن بتاعتك عاملة ازاي. حلو. لو لقيتها عنيفة جدا انت هتخش سمكة صغيرة تاكل. صح. او حاول تدور على حاجه ما فيهاش الكومبيتيشن عاليه قوي بس ليها سوق واسع. تمام. لقيت الكومبيتيشن عالي، قدم هيبقى عندك كومبيتيتيف ايدج مش عند الناس التانية دي. تمام. ما اعرفش هنترجمها ازاي كومبيتيتيف ايدج. أيوة بس انك انت بتقدم حاجه هم مش عندهم في نفس البرودكت ده او وات ايفر، بتحل مشكله موجوده في اللي هم بيقدموه ده. انت عندك حاجه زياده عنهم، بس حاجه زياده مش في نظرك انت بس، صح، في نظر. فاعمل سيرفي، اعمل حاجه زياده ذو قيمه، ذو قيمه للناس مش موجوده عند الكومبيتيتورز دول، عشان تتميز عنهم. تبقى انت حتى لو انت لسه بادي صغير تبقى
متميز عن الناس التانية اللي بقالها شويه باديه وابتدي حيث انتهى الاخرون، ما تبتديش ما تخترعش الذره، ابتدي حيث انتهى الاخرون. بس طيب حلو قوي. ايه احلى ذكرى ليك في الكوربريت على تاريخك غير انك انت عرفت فين؟ ده كده يا مش ذكريات واحد حلوه كلها. لا حتى ايام المراجيح ايام دريم بارك. ايام دريم بارك انت بتتكلم في حاجه 20 سنه، فانا بجيب لك من طيب انا بجيب لك لا مش هم كتير، انا بجيب لك مش شمخ جواني انا يعني ماشي مش هم كتير ومش عايز اقول عشان اقول. بص انا بحب الناس ماشي على عكس ما ناس كتير فاكره. ايوه انا بستمد الانرجي بتاعتي من الناس. جميل. فهتبقى حاجات ليها دعوه دايما ذكريات مع ناس اتعاملت معاها في الشغل في اطار حتى لو مش جوه بروجكت، حتى لو بره الشغل في اوكي في غدا في ايوه عمرها ما تبقى نتيجه يعني. لو سالت واحد وقال لي احسن حاجه ان انا اشيل مثلا اكس كده هقول له انت في حاجه خالص. المهم طيب نرجع للسؤال، ايه احلى ذكرى ليك في الكوربريت؟ دايما يعني اما انت بتسالني كده قعدت افكر شويه انه اللي بيجي في بالي دايما الفن اهي لما بيبقى كان في تيم بيلدينج وتشوف شخصيات الناس بره الشغل. يا لهوي بتشوف زوايا تانية خالص تخليك حابب تتعامل مع الناس دي جوه الشغل. بالعكس في ناس بتبقى في الشغل واخده كادر معين كده، واخد بالك تطلع بره الشغل في تيم بيلدينج او حاجه، بالذات لو تيم بيلدينج فيه فن بتشوف انه لا هم كمان يقدروا يبقوا فن بني ادمين فتبتدي تنغز الحته دي شويه فيبقى الشغل اسهل. اوكي. مش هنسى دايما كان في راجل عنده 55 سنه، اوكي مش كبير قوي يعني بس قرب يخلص الكارير بتاعه يعني، وراجل اكاديمي قوي وبشنب كده وجد جدا ناظر يعني. وكنا في حته ليها علاقه اللي هي تحديات انك انت بتخش اوضه وتحل اللغز اللي فيها عشان تخش الاوضه اللي بعدها عشان اوكي. واوضه منهم انت مضطر تخش تقف على بوكسز معينه وتغني كوكي كوكي كا. انت مدرك الراجل اللي عنده 55 سنه الجد ده وهو مبسوط زي الطفل. انا مش هنسى ان انا بصيت عليه لانه مش متخيل انه هيعمل كده، لقيته منطلق اندمج جدا لان هو مش في اطار الشغل. قلت اكيد الراجل ده مع احفاده مع اولاده ما هو مش سخيف، اكيد مش سخيف يعني. ومبسوط جدا وبيغني كوكي كوكي كا وبيعمل بايده كده. فذكرى حلوه جدا مش هنساها، وكنت دايما انا ومديري بنتكلم عليها انه يعني فلان فلاني كان عمل كذا فاجئنا كلنا وكان ظريف جدا. فدي من الحاجات اللي بتيجي في مخي، غير طبعا الطبيعي لما الناس بتبقى بتروح تتغدى مع بعض او تاكل مع بعض او تجرب مطعم جديد، بس دي في الخفيف يعني. ماشي طيب حلو. وايه احلى حاجه اتقالت لك في التاريخ المهني بتاعك؟ انت الحاجه دي اللي انت فاكرها او الحاجه دي انا فاكرها دايما، الكلمه دي او الشهاده دي علقت معايا. حد مش لازم مديرك، زميلك مثلا؟ لا ما جاتش من مديري لا. يعني اتقال لي من حد بحترمه قوي انا وانت نعرفه كويس جدا. ماشي. انه قال لي انت عندك امباثي، بتحس بالناس والايموشنال انتليجنس عندك عالي قوي. خليك زي ما انت ما تتغيرش. جميل جدا. اثرت فيا جدا. اوكي. بس فدي حاجه بسطتني قوي انه حد يعني عندي شويه سيلف اويرنس كده وعارف موضوع الايموشنال انتليجنس ده واتقال لي كتير. فلما تيجي من حد انا بحترمه قوي وحد تقيل وحد ممكن تعتبره كمنتور اوكي او كمعلم او كجايد ليك في كاريرك، لما تيجي منه بتبقى فيها حته ريكوجنيشن كده، بتنبسط اكيد انه حد شافك، حد ما كلنا عايزين نتشاف. صح بس ماشي. طب حلو قوي. بتحس ان الحياه بتاعت الكوربريت معمول لها ماركتنج او تسويق؟ هل احنا مثلا بتسوق لنا حته الكوربريت، اللبس، الكرافات، البدله، الزميله بتاعك في المكتب، زميلك الميديكال تيكت؟ بص هو المنتاليتي القديمه اوكي الاجيال القديمه اتعملها ماركت رهيب. أوكي. واحد من المظاهر زي ما انت خلينا نبتدي بالمظاهر، صح، انك راجل هتروح الشغل لابس بدله وكرافته وجزمه بتلمع وشكلك ظريف وعايز تبقى شيك قدام زملائك والناس بتتعامل بطريقه معينه. ده من ناحيه المظاهر، صح. راح المكتب جاي من المكتب
كل ده. من الناحيه التانية كنت هقول ايه، ناحيه الاستابيليتي، التفكير القديم بتاع وظيفه انت مضمونه النهارده، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها مضمونه بسبب ظروف بقى اقتصاديه، بسبب غيره وغيره وغيره. والاجيال الجديده فهمت ده واذكياء جدا. وطبعا في جاب كبيره بينهم وبين اهاليهم، اللي هو يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل على التيك توك، انت يا ابني بتشتغل على السوشيال ميديا، ما بتعمل ايه؟ ما فيش وظيفه، انت ممكن يكون بيعمل فلوس اكتر بكتير. هو غالبا بيعمل فلوس اكتر بكتير لو فهم اللعبه عامله ازاي. فالاجيال الجديده انا يعني بصراحه منبهر بيها جدا، انه فهموا الحته دي وطلعوا بره الكادر ده بتاع التسويق او الايمج بتاعت الموظف، الماركتينج اللي كانت معموله للوظيفه. صح. ما بقتش تزغلل عينيهم، لانه مش هو ده اللي هم عايزينه. هم فهموا انه هم عايزين جنب انه يعمل فلوس وعايز ينبسط. ايوه، وعايز يبقى حر. هو عايز ما يبقاش في كادر البدله والكرافته. انا شفت حاجه حلوه قوي. كان واحد بيقول ان انت في طريق انت رسمه مثلا عشان توصل لسكسس معين او نجاح معين، تمام؟ لو انت وانت ماشي الطريق ده انت ما بقتش مبسوط، فانت ضيعت الهدف من الطريق، من الغايه بتاعتك. انت الغايه بتاعتك ان انت تبقى مبسوط. فلو انا اللي انا بعمله دلوقتي مش هيخليني مبسوط، فانا كده ماشي في الطريق الغلط. دي بحسها قوي 100%، لان في ناس كتير قوي معاها فلوس كتير قوي مش مبسوط. لان هو مش مبسوط وقت ما هو بيشتغل. لما كنت شغال لا انا بسأل بتقول ما كنت شغال اول شغلانه خالص اشتغلتها، مش هنسى. شفت حد كبير قوي اللي هو اكبر حد كان موجود وقتها، يعني اللي يملك كل ده، وقالوا لي ده فلان، مش عايز اقول اسامي. هو كان شكله كأنه عنده 60 70 سنه، يعني قالوا لي لا ده عنده حاجه 40 سنه. هو مهموم يا معلم. هو يعني الله اعلم مبسوط ولا لا، بس هو مهموم يعني. صح. فلو انت فعلا على رايك انا متفق معاك تماما، لو انت مش مبسوط ممكن تبقى تعبان وشقيان، تمام. بس لو مش مبسوط، طب الفلوس بس لوحدها كفايه؟ دي الديبيت الكبيره بقى اللي قال لك الفلوس ما بتعملش سعاده. هي بتعمل طبعا لحظيه، بس هل بتعمل سعاده على اللونج ران؟ لو انت مش مبسوط في اللي بتعمله، في ناس بتعمل مبسوطه اللي بتعمله، بتعمل فلوس كتير قوي مبسوطه جدا، و اتس ذا جيرني زي ما بيقولوا، مش الاند جول. صح. اي وبتلاقي وشه منور كده وكله طاقه، انه انا شغال في حاجه بحبها. المقوله المعروفه بتاعت انا never had to work again. هو مش اشتغلش، هو بينبسط بس. فانا متفق معاك تماما. ماشي، متفق معاك تماما. ايه تاني؟ بس في فكره الفلوس ما بتعملش سعاده دايمه يعني، بس او سعاده لحظيه. برضو انا بحس الفلوس هي عامل مهم قوي في السعاده يعني. طبعا يعني او عامل ايفن للسعاده دايما. لو انا حتى همشي بالفكر زي ما بتقول، همشي بالفكر ان انا هوصل لمرحله من الاستابيليتي، من يعني من الانكم ستابيليتي، او من الاستقرار المادي اللي تخليني خلاص انا حكوت هنا من اللي انا بعمله وادور على حاجه تانية. بس الاستقرار المادي اللي انا واصل له مأمني لحد ما اوصل بالحاجات التانية لمرحله جديده او هجرب حاجه جديده. بس هفضل دايما شغفي مش الفلوس بس. للاسف العالم اللي احنا عايشين فيه هو بيوجهنا ان انا محتاج ابقى عندي فلوس، محتاج يبقى عندي مش انكم ثابت بس عندي، او مش بنفس القدر يعني كل شهر، بس يبقى عندي انكم كل شهر طبيعي. ده طبيعي ان هو ده او مش اصلا مش عايش في جزيره بقى وهقول انا لا ما هو الاكستريمز وحشه. خلينا نقول الاعتدال حلو. صح. ايوه. خليني اسالك سؤال. انت النهارده لو جبت اغلى عربيه واحلى عربيه في العالم، هيطلع احسن منها بكره بعدها ب6 شهور، هيبقى الاكسايتمنت بتاعك على العربيه دي نفس الاكسايتمنت؟ فانت بتعمل فلوس كتير قوي، بعد شويه بتتعود على ده. صح. فهي بتعمل سعاده لفتره كبيره حلوه جدا، بس مش الاخر. بالظبط. بس في حاجات بالفلوس بتجيبها بحسها سعادتها دايما شويه. يعني مثلا زي اشتريت بيت حلو قوي، البيت ده هو فعلا فيه كل عوامل راحتي، وبعد شويه اتعودت عليه. بس اتعودت عليه، بس ده بيت يعني كونسبت البيت خلاص. بعد كده هتبقى عايز حاجه تانية، بس دايما يعني هتبقى عايز حاجه تانية. دي بحسها بيرسونال بريفرنس بقى. يعني بحس هنا دي شخصيه شويه. يعني انا مثلا لا، لو جبت بيت هو حلو قوي انا هبقى اتاتش جدا بالبيت ولويال جدا للبيت اللي انا جبته لغايه بعد كام سنه على طول. انا بحب البيت اللي انا اتربيت فيه مثلا. وحبك ليه هيبقى بنفس المقدار بعد 5 سنين 6 سنين. جدا. هي بقول لك هي بحسها بيرسونال بريفرنس. ممكن في العربيه لا ما يفرقليش، بس
كونت اسره بشكل معين عشان اسره غير بيت. ما خلي بالك البيت اوبجكت، خلي بالك الاوبجكت في يعني اسره صح ممكن تجيب لك سعاده دائمه. صح. كل ما تشوف عيالك هم بيتغيروا وبيتطوروا وبيكبروا وبينجحوا وبيفشلوا وكل حاجه تنبسط. البيت بعفشه بحاجته، انت ممكن بعد شويه انا عايز اغير العفش، كده معناها انك انت مش مبسوط بنفسك. صح. انا شخص شويه لا بحب فكره البيت بالعفش وبحاجته، فاهم يعني. بس البيت، هل البيت بيترجم بالنسبه لك عشان هو الاسره برضو، ولا عشان البيت بيت؟ ما هو في الاخر هو طوب. بيت يعني انا فعلا بحب الكونسيبت ده جدا، فاهم يعني. لو انا مثلا بنيت فيلا واو وعملت فيها كل حاجه انا بحبها، انا هفضل عايش في المكان ده، مش هغيره. نفسي في يوم من الايام تعمل ده ونتكلم بعدها تاني واشوف الاكسايتمنت بتاعك هيفضل زي ما هو. لا يا ريت ودي تبقى سوشيال اكسبيرمنت عظيم. يا ريت يا رب يا رب ساعتها بقول لا انا مش عشان اطلع صح ولا غلط، بس عايز اعرف. وانا عايز اعرف، انا ممكن اكون غلط في الاخر. عادي ممكن اعملها عليا، اجي اقول لك ساعتها واقول لك انت صح، انا مش هقول لك. يا جماعه لو في اي متبرع حابب يجرب اي حد عايز يبقى سبونسر للحلقات ولا اي حاجه، ما تقبلش سوق لنفسك. ايوه سوق لنفسك بطريقه مش ملزقه، صح لو سمحت. ايوه. حاجه تانية، ما تفضلش في المكان لو ده ما بيطورش منك لمجرد ان هي كومفورت زون او استابيليتي. خليك دايما عينك على الماركت وشوف ايه اللي بيفيدك. مصلحتك اهم من مصلحه الشركه. صح. الشركه في الاخر هتقدر مصلحتها اهم من مصلحتك. صح جدا. دي دول متفق معاك. انصح بيهم، واتمنى يكون نصيحه في محلها. لا نصيحه حلوه نصيحه حلوه جدا وبجد شكرا قوي هاني، يعني اتبسطت جدا والكلام كان مفيد قوي والله العظيم لينا وللناس اكيد طبعا اللي بتسمع او بتتفرج. شكرا على وقتك وعلى ان انت شاركتنا الخبره بتاعتك من غير فلاتر ومن غير اي حاجه، وعايزين نعمل معاك حاجات تانية في مواضيع تانية. يا ريت. انا حاسس حته الكوربريت دي مش هي دي يعني احنا في حاجه انا متفق معاك في مواضيع تانية وانا مبسوط قوي ان انا معاكم النهارده. اكتر دي اول مره بقى في بودكاست واكسبيرينس هايله. احب انها تتكرر في مواضيع تانية، المواضيع اللي هي هاني اللي هي ما فيهاش فلاتر خالص. وربنا يستر وما يبقاش فيه بقى كواك كواك وكده، واخد بالك. ويا رب دايما البودكاست ده ينجح ويكبر ويفرقع يا رب. ويبقى عندكم ناس بتجري وراكم عشان تسبونسر يو، لانه فكرته هايله. فكره تسويق وتسويق لاي حاجه وكل حاجه. وجود لك. لا ثانك يو هاني، شكرا سو ماتش. شكرا لكم يا جماعه، ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. حاضر. واشتركوا في القناه بقى وفعلوا الجرس واعملوا كل حاجه، حاضر. واستنوا حلقه جديده. يلا سلام. سلام.